السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. انا النهاردة جاية بفيديو بجد استاهل عليه لايك لان انا تعبت في الفيديو ده جدا. وهنا بقى انا المطبخ بصراحة كنت سبته يعني لدرجة ان هو قال لي ارحميني بقى واعمليني. انا كفاية عليا الدهون وكفاية عليا اللي انا فيه ده. وبصراحة انا عمري ما كنت سبت مطبخي بالمنظر ده. بس انا برضو تعبت تاني، انا كمني صدري تعبان، فبتعب باستمرار، بيجيني حساسية بعيد عنكم يا رب. فعلشان كده بابقى دايمًا إيه، في الشتا كده بابقى تعبانة. المهم خدت فترة تعبانة فسِبت الدنيا كده بصراحة، وبعد كده لقيت إن خلاص ما ينفعش إن أنا أسيبه تاني أبدًا بالمنظر ده. فلقيت كمية دهون بقى بصراحة اتراكمت عليه، والمطبخ اتضرف من جوّه ومن برّه وكُلّه مش نضيف. قُلت لأ، عليّا وعلى أعدائي أنا لازم أخلّص المطبخ ده. بعد ما قُمت الحمد لله وبقيت كويسة واسترديت صحتي، دخلت عليه. هنا طبعًا أول حاجة عملتها أنا فضّيت الحوض، كان في حبّة مواعين صغيّرين كده، فضّيتهم علشان أعمل المطبخ على نضافة. وبعد كده مسكت البوتاجاز جوّه وبرّه والجناب وشدّيت البوتاجاز لبرّه، وغسلت وراه السيراميك، والأرض برضه رشّيت عليها شوية كلوريكس ألوان كده وشوية أوكسي وبتاع، ونضّفت الدنيا من ورا البوتاجاز. وبعد كده قُلت بقى أمّا أغسل الدُرَف من برّه. طبعًا هي الدُرَف هنا المطبخ عندي خشب. هتقولي لي إزاي المَيّة دي وده غلط على الخشب؟ آه فعلًا هي المَيّة غلط على الخشب، بس أنا كان عندي المطبخ مليان دهون بشكل كتير أوي، أوي، أوي. ما كانش ينفع إن أنا ألمّعه كده ولا أي حاجة، لا، لا، مش هينفع، ما كانش هينضف. عملت إيه بقى، عملت خلطة كده شُفتها ناس منزّلاها على اليوتيوب، أنا عشان أكون صريحة معاكم، عبارة عن ليمون وكربوناتو وخل وبيكنج باودر وملح ليمون. عملتها بصراحة وشوية مَيّة وبقيت أعمل بيها بأمانة فعلًا طلّعت الدهون بصراحة. وفعلًا غسلت المطبخ زي ما أنتم شايفين كده، ودي المدخنة بتاعة اللي أنا حاطة فيها الشفاط. ولو حد عنده الشفاط ده يا جماعة، أو حد هيفكر يجيبه، يا ريت ما يجيبوش، هو بصراحة ربنا صوت في المطبخ على الفاضي وبس. أما الشفاط العادي اللي هو المربع العادي ده، والله زي الفل، أحسن من ده 100 مرة، وأرخص من ده كمان. فبجد يعني شفطه مش حلو، مش قد كده. أنا طبعًا هنا قُلت أدخل بقى على الضُرَف من جوّه بعد ما خلّصتها من برّه كلّها زي ما قُلت لكم. دخلت بقى من جوّه، الحاجة اللي أنا مش محتاجاها رفعتها في الضُرَف اللي فوق دي. أنا عندي هنا ضُرَف فوق أوي أهيّة، إيديّا حتى ما بتطولهاش، فبقيت أحُط فيها الحاجة اللي أنا مش أنا هنا لسه أهو باصبِّن أيوه فعلًا في الضُرَف وكده من برّه، ما كنتش لسه خلّصتها. هنا طقم الشاي ده أنا ما باستعملوش كتير برضه، فبرضه أكيد جِه عليه دهون، بقيت أرمي في الحوض بصراحة. المفارش اللي محطوطة دي برضه مش نضيفة، كُلّه بقيت أحُط في الحوض، وقُلت هيتصبّنوا تصبينة حلوة بقى كده، واسيبهم يتصفّوا وبعد كده أرجع أرصّهم تاني. بس هنا باكمّل برضه في تصبين الضُرَف وكده. هنا الضُرَف دي أنا كنت خلّصتها خلاص، الهيلة اللي أنا عملتها دي، ورصّيتها بالشكل ده. والضرفة اللي فوق أوي دي اللي هي اللي فوقها طقم ال الإزاز ده، الأركوبالي الإزاز، أنا حطّيت فيها بصراحة البلاستيكات اللي أنا مش باحتاجها، أو أي حاجة أنا مش باحتاجها غير قليل أوي، لإن علشان أجيب الحاجة اللي فوق دي أنا لازم أقف على سلِّم علشان أجيبها. فأي حاجة بعيد عن احتياجاتي إن أنا مش باحتاجها يوميًا يعني، باقوم حاطّاها فوق كده، تمام؟ وهنا دخلت على ضرفة البلاستيكات، أنا عارفة إنها مكركبة وشكلها مش حلو، معلش ما تعيبوش عليَّ، أنا والله يعني أحسن من كده بكتير، بس أنا فعلًا أهملته. ويا ريت ما حدش يسيب حاجته لحد لمّا يعني تبقى مش حلوة كده، أو تبقى النضافة يعني صعبة كده، لإن أنا بصراحة المطبخ ده كان صعب عليَّ أوي. أنا على فكرة أنا ما عملتش كل ده في يوم واحد، لا، لا، لأ، أنا عملته على مرتين، لإنه كان فعلًا صعب، صعب. وهنا بقى التربو طبعًا لازم آخده في سكتي. فضّيته وخدته على الحمّام على البانيو على طول، وبرضه غسلته وسِبته يتصفّى. وفضّيت الحاجة اللي فيه زي ما أنتم شايفين كده، وبقيت أنقُض مثلًا لو في بصل مش حلو أو كده، أو طري باظ أو القشر، بقيت أرميه في الزبالة. وهنا برضه الstand ده أو الترولي زي ما بتسمّوه، برضه باحُط فيه الزيت والصلصة والكلام ده، خدته برضه على البانيو وغسلته، وبدأت أرُص في الحاجة تاني، نشّفته كويس وسِبته يتصفّى حبّة الأول، وبعدين بدأت أرُص الحاجة تاني وأرجّعه مكانه. ما كنت بأول بأول إن أنا أخلّص وأرُص علشان الدنيا ما تتكركبش حواليّا كلّها، وآجي بعد كده أرُص الحاجة ما باعرفش، يعني مش ما باعرفش، بيبقى تعب عليّا أكتر. فالمكان اللي كنت باخلّصه أنشّفه وأرُص حاجته تاني. وهنا خدت الفرن برضه الصغير ده، برضه كان شديد الاتساخ بصراحة، برضه غسلته ورشيت عليه
الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في البخاخه دي، وبرده نضفت معايا بصراحه. وبعد كده بقى اشمعنى التلاجة يعني؟ لا، ما انا بدأت في المطبخ، لازم بقى اخلصه من اوله لاخره. ودخلت هنا بقى على الفريزر، فضيته، والتلاجة فضيتها، وخليت الدنيا بصراحة زي الفل، زي ما يعني نظافة نظافة بأمانة. تمام. تعبت، بس في النهاية انا نفسيتي ارتاحت جدا من النظافة اللي انا عملتها في المطبخ بصراحة. طبعا يا جماعة أنا عارفة إن مطبخي مش أحلى حاجة، وعلى اليوتيوب بصراحة في مطابخ تحفة وجميلة وأحسن مني 100 مرة. بس أنا هو ده اللي على قدي، وبحاول أحلي فيه وأنضف فيه، وبحاول برضو أعمل فيديوهات تعجبكم. نفسي أكبر زي الناس اللي كبرت بسم الله ما شاء الله. أنا بشوف قنوات ما شاء الله، أكيد أنتوا برضو اللي رفعتوها وأنتوا اللي دعمتوها، وأنا بتمنى إن أنتوا برضو تدعموني وترفعوني، وأكون شاكرة ليكم جدا بوقفتكم جنبنا. وكل الناس اللي اشتركت في قناتي أنا متشكرة ليها جدا جدا جدا، إنها بتشجعني، مع إني كتير بيأس وأقول خلاص أنا مش هكمل. بس والله تشجيعكم، عارفين حتى لو كان تعليق كده بيجيني، والله ببقى مبسوطة بيه. وانا عارفة ان شقتي مش احلى حاجة، وفي احلى منها كتير، بس الحمد لله. ومطبخي مش احلى حاجة، بس برضو الحمد لله. وانا بحاول برضو اعمل فيديوهات يمكن ترفعني او تنجحني، او تعجبكم، وساعتها ترفعوني ارجوكم والله. يعني ان كنت انا او القنوات الصغيرة اللي زيي، احنا كل اللي بنتمناه ان احنا برضو يعني نكون قنواتنا تكبر زي القنوات التانية. واعرفوا ان احنا لما بنعمل القنوات دي بنبقى اكيد هدفنا في الاول وفي الاخر ربح طبعًا منها، وده لازم تبقوا عارفينه، لإن بتبقى كل واحدة فينا محتاجة، أكيد بتبقى محتاجة فعلًا. وتاني حاجة، إني أنا في نفس الوقت بصراحة يعني باستفاد إيه، إن أنا يعني بالاقي في التسلية بتشجعوني أكتر إن أنا عايزة أنزّل فيديو جميل، فابقى عايزة أعمل شغل أجمل علشان يعجبكم، وأنتم برضه بتبقوا حافز إن أنا أنضّف وأعمل. ويا ريت كل واحدة تتشجع وتقوم وتعمل. الشقة دي بصراحة هي واجهة الوحدة، وبأمانة أنا لما بتبقى الشقة نضيفة وحلوة، أنا قد إيه ببقى مبسوطة وسعيدة، وبتبقى نفسيتي حلوة جدا. وهنا خلاص أنا بدأت أشطب تقريبا في المطبخ، وقلت بقى خلاص أنا هنا خلصت التوريلي بتاع البصل والحاجة والستاند، ونضفت كله ورصيته زي ما انتم شايفين. شلت المجات طبعا اللي على الحوامل اللي في الحيطة، شِلتها وغسلتها برضه، لإن برضه يعني قُلت بقى نضافة بالمرّة بقى. وهنا كنت جايبة صابون لسه بعد ما خلّصت كُلّه، فقُلت بقى أفضّيه وكده، وجايبة هنا بقى ورق حلو أوي. ده أنا بصراحة عرفته مؤخرًا. أنا كنت في العتبة، وبعدين كنت مستغلياه إن هو ب75 جنيه، لإني كنت شارية حاجة ب35 قبل كده. بس اوعوا تجيبوه ب35 ده، بصراحة الغالي تمنه فيه. وفي منتهى الجمال زي ما أنتم شايفينه كده، وادّى منظر حلو أوي للمطبخ. وهنا رصيت حاجتي ورصيت مجّاتي، والمطبخ بقى هايل بصراحة، خلّيته مطبخ عروسة. مش عروسة أوي يعني بس حلو. الحمد لله، رضا من عند ربنا. ويا رب تشجعوني وتخلّوني وتدعموني، تدعموا قناتي وتكبّروني، ولايكات بقى، ويا رب أكون خفيفة على قلبكم. وبكده أنا وقُلت كمان أخلّص المطبقية بقى بالمرّة. رصيت بقى الأطباق الكبيرة في الآخر، وبعد كده الأطباق الوسط، وبعد كده الصغيّرة، وضبّطت الكوبايات برضه كده، كل طقم مع بعضه، شبه بعضه. والظرف زي ما أنتم شايفين كان في طقم كاسات كده في النيش، طلّعته وحطّيته، وعشان يبقى قدّام إيديّا لأي ضيف والّا حاجة، بدل ما باروح النيش وأطلّع منّه. وبكده أنا خلّصت المطبخ، ويا رب أكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت لايك واشتراك في القناة.